السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين فيكم. راح نكمل عن الفيتامينات. تكلمنا قبل هيك على فيتامين ج، راح نتكلم على فيتامين د. مشكلة فيتامين د مش متوفر بأغذية كتير، فعشان هيك ممكن نعوضه بمكملات غذائية. بيسموا فيتامين د فيتامين أشعة الشمس، عشان هيك لازم نحاول نتعرض لأشعة الشمس احنا وأطفالنا من الساعة 10 مثلا للساعة 11. بعد هيك ملهاش لازمة الشمس. فيتامين د فوائده، طبعا هو من الفيتامينات المهمة للجسم، بيساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، بيقلل من نمو الخلايا السرطانية. طبعا احنا قلنا انه هو قليل في الأغذية، الموجود فقط في سمك السلمون، سمك التونة، موجود في زيت كبد الحوت، زيت السمك. طبعا هذه ايش؟ كبسولات موجودة بالصيدلية. موجود في صفار البيض، موجود بالكبدة، كبدة البقر، الجبنة، الفطر اللي هو المشروم. الفواكه موجود بس في عصير البرتقال. طبعا احنا قلنا الشمس اهم حاجة لفيتامين د، يعني لو انت شقتك او بيتك او المكان اللي انت متواجدة فيه ما فيهوش أشعة شمس، لو عندك سطح أو عندك مثلا مشوار رايحة تجيبي حاجة، حاولي اللي فترة الصبح قبل الظهر هذه تتعرضي لأشعة الشمس. والأطفال عشان ما يحصل عندهم تقوس في العظام مهم. طبعا الأطفال مش هياخدوا كبسولات، ممكن نعوضهم بإيش؟ بشراب كل يوم معلقة صغيرة. طبعا تسألي الصيدلي تتأكدي من الكلام، لأنه بيحافظ على صحة العظام والأسنان، وبيحافظ على الفوسفور في الدم، وبيقلل من هشاشة العظام. عشان هيك لازم نهتم بفيتامين د. هي كل الفيتامينات طبعا مفيدة لجسمنا، احنا راح نجيب كل فيتامين لحاله ونقول فوائده. وبيقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا. زي ما قلنا ممكن نعوضه بالمكملات الغذائية، زيت كبد الحوت أو زيت السمك. والفيتامينات هذه المكملات الغذائية بتقوي الذاكرة على فكرة. وإن شاء الله معلوماتنا تكون فادتكم، ولا تنسوا اللايك والتعليقات والاشتراك بالقناة. ولكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.